كنز الأطلس المفقود. في قلب جبال الأطلس الشامخة، حيث تتعانق القمم مع السماء، كان هناك فتى يدعى يونس، يعيش في قرية صغيرة مع جدته العجوز. رغم فقره، كان يونس شجاعا وطموحا، يقضي أيامه في رعاية الأغنام والتنقل بين المراعي الوعرة. ذات يوم، وبينما كان يتتبع خروفا ضل طريقه، وجد نفسه أمام كهف مظلم لم يسبق له أن رآه من قبل. وقف عند مدخله يتأمل الظلام الذي يبتلعه، ثم قرر الدخول، مدفوعا بفضوله وشجاعته. داخل الكهف كان الجو باردا، والجدران مغطاة بنقوش قديمة تلمع تحت ضوء خافت تسلل من الشقوق. وبينما كان يخطو بحذر، لمح صندوقا خشبيا قديما يعلوه الغبار وكأنه لم يفتح منذ قرون. مد يده المرتجفة وفتحه ببطء، ليجد بداخله خريطة قديمة مرسومة بحبر باهت تشير إلى مكان مجهول، كتب عليه كنز الأطلس. حمل يونس الخريطة وعاد مسرعا إلى قريته، وتوجه إلى الرجل العجوز الحكيم الذي كان أهل القرية يلجؤون إليه عند الحاجة. عندما رأى العجوز الخريطة، شحب وجهه وقال بصوت متهدج: يا بني، هذه ليست مجرد خريطة، إنها دليل لكنز حقيقي، لكنه محمي بلعنات ومخاطر لا تحصى. لقد حاول كثيرون الوصول إليه، ولم يعد أحد منهم. لكن يونس لم يكن ليتراجع بسهولة. قرر الانطلاق في مغامرته، متسلحا بشجاعته وقوة إرادته. عبر الوديان والتلال، متتبعا الإشارات على الخريطة، حتى وصل إلى واد عميق لا يمكن اجتيازه إلا عبر جسر خشبي متهالك. وقف أمامه مترددا، لكنه تذكر حلمه في تغيير مصيره، فشد عزيمته وعبر الجسر رغم اهتزازه مع كل خطوة. بعد أيام من الترحال، وصل يونس إلى الموقع المحدد على الخريطة، ليجد أمامه قصرا قديما مدفونا تحت الرمال. كانت القباب بالكاد ظاهرة، والنقوش المذهبة على الجدران تروي قصة مملكة منسية. تقدم بحذر حتى وصل إلى باب حجري ضخم، نقشت عليه رموز غامضة. مد يده ولمسه برفق، لكن قبل أن يتمكن من فتحه، شعر بظل يتحرك خلفه. استدار ببطء، ليجد رجلا غامضا برداء أسود يقف في الظل، عيونه تلمع في الظلام، وقال بصوت عميق: لقد وصلت بعيدا أيها الفتى، لكن هل أنت مستعد لدفع الثمن؟